وبنتناول كالمعتاد في إطار فقرتين، ولكن بنشرف بلقائنا مع ضيوفنا الأعزاء معنا في الاستوديو في إطار الفقرة الأولى وفي شأن الملف الأدبي وبالأخص الشعر العربي في من خلال مؤتمر القصة الشاعرة العربية في دورته الرابعة. وطبعا هم بيحاولوا بيكون تحت شعار أو تحت عنوان يعني دورة التغير أو التغيير. عندنا برضو في الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معنا مجموعة أيضا من الشعراء الشباب، يعني شباب جدا جدا، وجروب ما بين أو مجموعة ما بين العامية والفصحى، وهيكون معاكم إن شاء الله زميلي محمد فتحي والضيوف الأعزاء علاء الدين مصطفى، محمد سامي زيدان، وكذلك محمد مجدي. والآن نبدأ أولى فقراتنا معكم مشاهدينا وضيوفنا الأعزاء الشاعران الدكتور خالد البوهي، أهلا بيك ومساء الفل عليك. وكذلك الأستاذ محمد الشحات محمد، مساء الخير عليك وأهلا بيك معنا. يعني بداية مدام احنا قلنا يعني الشعر العربي، ودي دورة بتحاولوا ان انتوا يعني تقتربوا أكثر من مسألة التغير والتغيير في الفكر الشعري العربي، ماذا تقول حضرتك؟ يعني هو بس الفرق بس بين القصة الشاعرة والشعر. عايزين نعرف الفرق. يعني هو كان قبل كده معروف الشعر القصصي. نعم. أي قصيدة يعني لها علاقة بالدراما فبنقول لها شعر قصصي أو قصة شعرية. لكن القصة الشاعرة ديت جنس أدبي جديد، فن كتابي جديد، فن عربي جديد، بيختلف عن الشعر وعن القصة. ودي الدورة الرابعة بالنسبة للمؤتمر بتاعه. ده بداية الاختلاف يعني. نعم. طيب مدام